السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام. أتمنى من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. لو أول مرة بتتابعونا على القناة من فضلك اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. إليكم نشرة أخبار مصر حوادث. تأجيل قضية المتهم بمصرع عروس المنوفية إلى 18 مايو للنطق بالحكم. السجن المشدد 7 سنوات لقاتل زوجته بكفر الشيخ. كشفته الكاميرات. سقوط لص الموتوسيكلات بدار السلام. الأمر ينهي غطرسة صاحب محل منع المواطنين من ركن سيارتهم في بنها. الاستماع لشهود عيان وفصل التيار الكهربي عن موقع حريق مخزن خردة بمدينة نصر. حالة أوراق متهم أطفال فيصل إلى المفتي تمهيدا لتأييد حكم الإعدام. مصرع 3 مسجلين خطر وسقوط إمبراطورية مخدرات ب92 مليون جنيه. مشنقة لايف من أجل اللايكات. سقوط صاحب فيديو تعليم الانتحار. اندلع حريق بمخزن خردة بجوار المستشفى في العباسية. مصرع شابين أثر حادث دراجة نارية بالطريق الدائري الأوسط. سقوط مرعب القلوب في القاهرة صورته الكاميرا يهدد أسرة كاملة بالذبح. إخماد حريق اشتعل بشقة سكانية في الوراق دون إصابات. إخماد حريق مصنع بالمحلة ومدير أمن الغربية ينتقل لمكان الحادث. فرصة أخيرة أمام التيك توكر شاكر محظور بعد تخفيف حبسه من 2 لسنة واحدة. إليكم التفاصيل. سقوط مرعب القلوب في القاهرة صورته الكاميرات يهدد أسرة كاملة بالذبح. كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لغز مقطع فيديو صادم اجتاح منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة يظهر فيه شخص يمارس أعمال البلطجة والترويع بحق أسرة كاملة ملوحا بأسلحة بيضاء وسط حالة من الذعر بين المارة وسكان المنطقة بالقاهرة. وعلى الرغم من عدم ورود بلاغات رسمية في البداية لأن أجهزة الرصد بوزارة الداخلية نجحت في تحديد ضحايا الواقعة وهم رجل وزوجتهم مصابة بكدمات متفرقة وابنتهم وجميعهم مقيمين بمحافظة القليوبية. وسألهم فجر مفاجأة بأن المتهم ليس غريب عنهم بل هو ابن شقيق المجني عليه الأول. وأكد المجني عليه في أقواله أن نجل شقيقه الظاهر في الفيديو قام بالتهجم عليهم والتعدي بالضرب على زوجته مما أدى لإصابته وذلك بسبب صراعات ممتدة وخلافات حادة حول الميراث وهو ما تبعه لاستعراض القوى وإرهابهم لإجبارهم على التنازل عن حقوقهم. حالة أوراق متهم أطفال فيصل إلى المفتي تمهيدا لتأييد حكم الإعدام. قررت محكمة جنايات مستأنف الجيزة المنعقدة بالكيلو 10.5 بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بإجماع آراء أعضاء الدائرة بحالة أوراق المتهم بقتل أطفال اللباني في القضية المعروفة إعلاميا أطفال فيصل إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار الإعدام. وكانت محكمة جنايات الجيزة قضى بإعدام المتهم بإنهاء حياة سيدة وصغارها في إحدى شوارع اللباني فيصل تابعة لمنطقة الهرم بالجيزة بعد ورود رأي فضيلة المفتي. وأحالت النيابة العامة المتهم أحمد محمد صاحب محل طيور وأدوية بطارية لمحكمة الجنايات في القضية رقم 5041 لسنة 2025 جنايات الهرم والمقيدة برقم 2964 لسنة 2025 كل جنوب الجيزة للتهم بقتل سيدة وأطفالها الأربعة عمدا مع سبق لسان وترصد في جريمة هزة الضمير الإنساني. السجن المشدد 7 سنوات لقتل زوجته بكفر الشيخ.
قضت محكمة جنايات كفر الشيخ بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات على زوج لإنهاء حياة زوجته بعد مرور شهر واحد فقط على زواجهما بقرية 11 الحفير التابعة لمركز الحمول، وأثارت حالة من الحزن والغضب بين الأهالي. استمعت هيئة المحكمة مدعين بالحق المدني عن الزوجة وكذلك دفاع المتهم. وتعود أحداث القضية رقم 20,621 سنة 2025 جنايات مركز شرطة الحمول، والمقيدة برقم 5212 سنة 2025 كل كفر الشيخ، إلى واقعة مقتل الزوجة داخل منزل الزوجية بقرية 11 الحفير التابعة لمركز الحمول. وكانت النيابة العامة برئاسة المستشار منير صالح المحامي العام الأول نيابة كفر الشيخ الكلية قد أحالت المتهم عبد العزيز ألف ميم ضاد إلى محكمة الجنايات بعد اتهامه بقتل جهته دون سبق إصرار أو ترصد عبر طعنة نافذة استقرت في الجنب الأيسر من صدرها عقب مشادة كلامية بينهم. تأجيل قضية المتهم بمقتل عروس المنوفية إلى 18 مايو للنطق بالحكم. قرر منتقلي محكمة جنايات شبين الكوم محافظة المنوفية برئاسة المستشار هشام السعودي السطوحي رئيس الدائرة وبعضوية كل من المستشار تامر كمال نجيب والمستشار مصطفى محمد المصري والمستشار أحمد فؤاد تأجيل قضية المتهم في مقتل عروس المنوفية المقتولة على يد زوجها بقرية ميت بر التابعة لمركز كوسنا بمحافظة المنوفية إلى 18 مايو للنطق بالحكم. قضية مقتل عروس المنوفية على إيد زوجها كده المستشار أحمد طلبة محامي المجني عليها والمعروف إعلاميا بعروس المنوفية أن تقرير الطب النفسي جاء اليوم وأثبت أن المتهم سليم وبقاول قواه العقلية. ومحاكمة المتهم بمصرع عروس المنوفية ترجع تفاصيل واقعة لتلقي اللواء علاء الدين جاحر مدير أمن المنوفية اختار من العميد نبيل مسلم مأمور مركز شرطة كوسنا بمديرية أمن المنوفية يفيد من قيام عاطل بمصرع زوجته عقب اعتدائه عليها بالضرب المبرح الذي أدى للوفاة بالانتقال الفوري، ثم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة. واختارت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. مصرع 3 مسجلين خطر وسقوط إمبراطورية مخدرات ب92 مليون جنيه في ضربة أمنية استباقية كبرى. نجحت وزارة الداخلية في تحطيم واحدة من أخطر بؤر حلب وتجارة المواد المخدرة بعد معركة شرسة بالرصاص في كلب محافظة سوهاج أسفرت عن مصرع 3 من تجار المخدرات شديدة الخطورة ومصادرة شحنات المخدرات وأسلحة قدرت قيمتها بعشرات الملايين. العملية بدأت بمعلومات دقيقة تصدها قطاع الأمن العام ومكافحة المخدرات بالاشتراك مع مدير أمن القاهرة حول نشاط بؤر إجرامية تضم محترفين تخصصوا في جلب كميات ضخمة من السموم تمهيدا لإغراق المحافظات بها مع تحصينهم بترسانة من الأسلحة النارية غير المرخصة. وعقب تقنين الإجراءات انطلقت مأموريات مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وحالة استهدفت المجرمين بنطاق محافظة سوهاج، وبادر المتهمين بإطلاق الرصاص صوب القوات مما دفع رجال الشرطة للتعامل مع مصدر النيران. مصرع شابين أثر حادث دراجة نارية بالطريق الدائري الأوسط. لقى شابين مصرعهم وأصيب آخرين أثر حادث تصادم بالطريق الدائري الأوسط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واختارت النيابة المختصة للتحقيق. ورد بلاغ لغرفة النجدة يفيد بوقوع حادث بالطريق الدائري الأوسط. انتقلت قوات أمنية لمكان البلاغ وتبين من خلال الفحص والمعاينة مصرع شابين وإصابة آخرين يقومون بأحد قرى أبو النمروس أثر حادث دراجة نارية. الاستماع لأقوال شهود العيان تم اتخاذ الإجراءات القانونية
اللازمة وتحرير محضر بالواقعة. واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان والمصابين لكشف ملابسات الحادث لتباشر النيابة المختصة. واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان والمصابين لكشف ملابسات الحادث لتباشر النيابة المختصة التحقيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام.